اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليك أفضل الصلاة والسلام. صباح السكر والهنا والسعادة على عيونكم، واللي يشوف الفيديو بالليل يبقى مساء السكر والهنا والسعادة على عيونه. زي ما انتوا شايفين معايا معلقة سكر، معلقة ملح، بتذكرة بيكنج باودر. معايا هنا معلقة سمنة أنا مسيحاها على النار وعليها نص كوباية زيت صغيرة، ماشي. ومعايا لبن هنا هو مش رايب. لا إله إلا الله سيدنا محمد نبينا رسول الله، عليك أفضل الصلاة والسلام. هناخده قيمة كوبايتين كده كبار، وشايفين معاه وش جميل اهو، حاجة حلوة زي العسل، ما شاء الله ما شاء الله. هنا هنضيفه معلقة الملح، وهنضيفه معلقة السكر، ماشي. وهخلي تذكرة البيكنج باودر هنحطها على الدقيق، وهنضيف نص السمنة اهوت، وهنخلي نصها في الآخر. انا بنضيف بقى نص السمنة على اللبن علشان خاطر وانا بنعجن العجينة ما تبقاش ماسكة في ايدي، وتكون فكة وحلوة معايا كده، ما تمسكش في ايدي، ونعرف نعجنها ونلم العجينة بتاعتي. حبيبي يا رسول الله، عليك افضل الصلاة والسلام. بجربي وتحط نص الايدام في اللبن او في المية، ونصه في خليه في الاخر، عشان بلاستيكتك تكون نظيفة وايديك نظيفة وانت بتعجني. طبعا زي ما انتوا شايفين الصفيحة ديت بتاخد معايا 2 كيلو دقيق، وانا حاطه كيلو ونص دقيق. ان شاء الله كده هنخلهم معاكم، هما زي الفل، وصراحة حاجة حلوة خالص. واي صفيحة عندك، اي حاجة يعني تكون معيارية خليها عندك. تكوني مثلا جيبة صفيحة سمنة 2 كيلو، صفيحة سمنة كيلو، ما ترميهاش، خليها عايري بيها، يبقى معروف دي كيلو مثلا دقيق، ماشي. دي كيلو رز كده، يعني الصفيحة بتاخد 2 كيلو، معروف ان دي بتاخد 2 كيلو. هنا بقول لكم الصفيحة دي بتاخد 2 كيلو، هي صفيحة صلصة. حبيبي يا رسول الله، عليك أفضل الصلاة والسلام. هو ننخلوه كويس، وزي ما انتوا شايفين حاجة سهلة وبسيطة وزي الفل. طبعا هننزل بتذكرة البيكنج باودر. انا الاول كنت بنحط نص تذكرة البيكنج باودر يا جماعة، دلوقتي تذكرة البيكنج باودر ما عادش فيها معلقة، حتى بمعلقة الشاي الصغيرة، مش مستاهلة اننا نقسمها 2 يعني. وزي ما انتوا شايفين اهوت، نزلت طبعا بحبة اللبن والسمنة. تحاولي على قد ما تقدري في الشتا دي بالذات، لما في المعجنات اي حاجة بدخلي ربع كوباية زيت مع السمنة، علشان خاطر ما تكونش العجينة معاكي متماسكة، وانت بتبططيها وانت بتخبزيها، بتكون يعني ما بتكونش حلة شوية. انما شوية الزيت بيخلوا السمنة ما تمسكش معاكي، وتكون العجينة معاكي سايبة وحلوة مش متجمدة، لان السمنة بتجمد مستغى. اهو زي ما انتوا شايفين نحاول نلم البلاستيكة بتاعتنا زي الفل، تكون ايدينا نظيفة، ماشي، والبلاستيكة بتاعتنا نظيفة وزي الفل، وكلنا بنعمله لولادنا بايدينا. اهو هنضيف بقى كمان شوية السمنة اللي فاضلين العجينة كده في الاخر، وشايفين ملمسها معايا زي الفل صراحة. وبعدين خلي بالك عجين الشتاء بيكون يعني طري شوية غير عجين الصيف. حبيبي يا رسول الله، عليك أفضل الصلاة والسلام. اهوت حاجة حلوة وجميلة خالص. هنبقى نلم العجينة الحلوة ديت، وزي ما انتوا شايفين العجينة بتاعتنا زي الفل صراحة، ما شاء الله ما شاء الله. اهيت اهو 1.5 كيلو دي دقيق يا جماعة، هيقطع معايا تقطيعة محترمة. تعملي بقى عشان خاطر ولادك. والله انا بنخبز في فرن الغاز فوق، بس اني بقى طبعا تعبانة ومعايا دور برد، فقلت هنعمله مع البوتاجاز كده. قطع التقطيع اللي تعجبك، ماشي.
عفوا يا جماعة عشان معايا برد مش قادرة اتكلم. التقطيع اللي تعجبك قطعيها معايا اهيت. حاولي توحدي التقطيع يكون الرقاق كله قد بعضه. حبيبي يا رسول الله عليك أفضل الصلاة والسلام. زي ما انتوا شايفين حاجة حلوة وزي الفل صراحة ما شاء الله. حبيبي يا رسول الله عليك أفضل الصلاة والسلام. تحاولي تكرسيها، تحاولي تقطعيها زي ما يعجبك كده. اهي شايفين معايا بعد ما خلصت طبعا راح نفرد عليها كيس مشمع كده ماشي، وهنغطيها وهنسيبها ترتاح شوية، وبعد كده نبدأ فيها بقى تبطيط وخبيز. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله عليك أفضل الصلاة والسلام. زي ما انتوا شايفين معايا هنا طبعا انا مسح الرخامة مخليها زي الفل، وحطيت عليها طبعا انا عندي القطعتين القماش دولت ومبطط عليهم كده على الرخامة على طول يعني. حبيبي يا رسول الله عليك أفضل الصلاة والسلام. بتتفرد معايا بكل سهولة وزي الفل صراحة. شايفين الريحة الحلوة ديت، نفردها بإيدينا كده نريحوها. صلاة النبي حاجة زي السكر صراحة. حاولي برضو انك ما ترجيهاش جامد، وخلي فيها قلب شوية عشان تعرفي تعملي سندوتشات لولادك ويكون طري معاكي ويطلع معاكي كويس. اهيت طبعا انا برش في الاول رشة دقيق صغيرة خالص عشان بس نعرف ان ما تلزقش في ايدي ولا حاجة، عشان انا مطرية العجينة شوية. زي ما انتوا شايفين بتتفرد معايا بكل سهولة وزي الفل صراحة. حبيبي يا رسول الله عليك أفضل الصلاة والسلام. طبعا اللي في ايدي ده احنا بنقول عليه سريع، وفي ناس بتقول عليه مبينة، وفي ناس بتقول عليه نشابي، ويمكن ليه اسم تاني أنا مش عارفاه كمان. نفرده بقى كويس كده خصوصا الحروف عشان ما تكونش حروف الرقاقة طرية، عاملة عفوا يعني سمكها تخين. زي ما انتوا شايفين نفرده كده بإيدينا. لو الحرف تخين ولا حاجة امسك الحرف شديه بالراحة كده عشان تكون سمك واحد، وبرضه ما ترجيش الرقاق عشان برضه ما يكون فيها قلب يعني. اهو زي ما انتوا شايفين انا مولعة البوتاجاز وحاطة الصينية على النار تسخن ماشي. اهو النار شايفين نار واطية تحت منها خالص. يعني تسخن الصينية، وبعد كده تهوت النار وحطينا الرقاقة الجميلة بتاعتنا. زي ما انتوا شايفين حاجة حلوة خالص، وتحاولوا تظبطي عين البوتاجاز بتاعتك شوية شوية كده عشان برضو ما تكونش برضو الحاجة معانا مش مظبوطة ولا تتلسع منك والرقاقة ولا حاجة. ممكن تعملي عيش قامح، تعملي بصي فطيرة على الصينية كده، كل حاجة والله العظيم بتنفع وتكون حلوة ماشي. خصوصا لما تكوني تعبانة ومتش قادرة بقى تقعدي قدام فرن بالغاز وكده وتعملي حاجة لولادك حلوة وزي الفل. هتوقفي بس ربع ساعة في المطبخ ماشي، وهتعملي لهم يعني اللي هم عايزينه وكده، وريحة الخبز حلوة في البيت وزي الفل صراحة. زي ما انتوا شايفين اهوت تقلبي الرقاقة يمين وشمال علشان خاطر تحمر معايا
وتكون زي الفل. حبيبي يا رسول الله عليك أفضل الصلاة والسلام. لا إله إلا الله سيدنا محمد نبينا رسول الله عليك أفضل الصلاة والسلام. زي ما انتوا شايفين حاجة حلوة وزي الفل. عفوا، معلش يا حبيبي، عندي برد والله العظيم. ادعولي يعني ربنا يشفيني ويعافيني وانا كل اللي زي يا رب. زي ما انتوا شايفين لا إله إلا الله سيدنا محمد نبينا رسول الله عليك أفضل الصلاة والسلام. الصلاة والسلام. يعني تاني تقلبي في الرقاقة يمين وشمال كده عشان ايه تقلبيها على الجنبين، تحمر معاكي من الجنبين وتكون كويسة يعني. طبعا انا جبت الصينية وجبت طبعا حتة قماشة علشان نطلع فيها الرقاق، ونغطي على طول ورايا على طول عشان خاطر ما ينشفش مني برضه. لو ان هو بيبقى طري وجميل والله صراحة. نحطها على حرف الصينية شوية. ماشي. ونجيب ايه رقاقة تانية غيرها ونحط اهي. حبيبي يا رسول الله عليك أفضل الصلاة والسلام. الرقاق معي زي الفل، زي الفل صراحة، ما شاء الله ما شاء الله عليه. حبيبي يا رسول الله عليك أفضل الصلاة والسلام. وزي ما انتوا شايفين يعني رقاقة، تشيل رقاقة من الصينية تحط رقاقة على طول. يعني أنا بنبطط على على الرخامة جنبي وأنا واقفة كده ونقلب ونطلع. شايفين الرقاق وجماله وطري مي. وتظبطي حاجتك بإيدك والحاجة معاكي زي الفل. حبيبي يا رسول الله عليك أفضل الصلاة والسلام. شايفين الرقاق في الصينية جابب وجميل. وهنا في الآخر خالص اعملوا كمية محترمة، كيلو ونص دقيق صراحة يا جماعة والله العظيم. تعملي سندوتشات لولادك بصي طري مية، حاجة حلوة وحاجة زي الفل وريحتها حلوة في البيت. اهو زي ما انتوا شايفين حاجة سكر. تعملي السندوتشات كده ولا تاكلي بقى بحتة جبنة بيضة كده على حبة زيت، على حبة البركة كده ولا حاجة، تكون حلوة وجميلة، خصوصا لما تكون جبنة قريش. زي ما انتوا شايفين والله. وأوقات بنكون عاملة شاورما ونلف الشاورما في سندوتشات زي كده ونعملها في الصينية التيفال في الفرن أو على الصينية كده، نعملهم سندوتشات محمرة. بصوا بصوا الجمال اهو، تلفي السندوتشات بصي حاجة عظمة، حاجة عاملاها في بيتك وفي ايديكي كده ايه زي الفل. شايفين والله العظيم نعمل كريب كمان. ممكن بقى تعملي لولادك سندوتشات بطاطس حتى الموجود في البيت على لانشونا كده يعني، وبرضه تحمره لهم برضه في الصينية التيفال وهياكلوه ينبسطوا بيه. الكمية معايا زي ما انتوا شايفين والله كمية محترمة. شايفين والعيش بس الرقاق جماله. ما تنسوش اللايك وتشتركوا في القناة.
وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. شوفوا وشكم على خير في الفيديو القادم. حبيبي يا رسول الله عليك أفضل الصلاة والسلام، ربنا يحسن ما بين إيديكم ويحسن ما بين إيديه إن شاء الله يا رب العالمين. حاجة حلوة وزي العسل، جربوه مش هتندمي. حبيبي يا رسول الله عليك أفضل الصلاة والسلام.